وليت يعني فهمتي، وليت يعني كاري قاد يعني قاد اني نكون تحل أسرة. البيت هي. والمشكل بدا في الزواج. اها. ملي تزوجتي الوغ تزوجتي هنا. اجي الزوج في الدار البيضاء. اييه. وهاد الانسان اللي تزوجتيه واش العائله اللي كانوا وسطاء في هاد الزواج ولا انت تلاقيتيها في شي؟ المشكل فين كاين دابا، هي الاخت ديال الصديق ديالي، مش الصديق ديالي ربي، الصديق ديال الاخ ديالي. صح الاخ صاحب خوك ديالي اختو. مشى، الاخ ديالي تا هو هاجر برا، اها. وخوها تا هو هاجر برا، يعني انقطعت ديك العلاقه ما بيناتنا، فهمتي؟ مابقاش يعني العائله، مابقاش كانوا هما كيجيو عندنا، حنا كنمشيو عندهم، ولينا عائله وحده. اييه. يعني انا تعرفت على خوها، يعني خرجت مع خوها، عرفت العقليه ديالو. يعني اللي كان عاجبني فيهم هما الناس، يعني كان كيبان لي فيهم انهم ناس مربيين بخير، متخلقين، عندهم واحد الوازع ديني على الاقل، فهمتي؟ اها. الاشكال فين بدا ملي زوجت السيده. المهم كان هذيك الساعه الوالد على فراش الموت مسكين، لانه هو اصلا هو اللي كان بقى ضاغط عليا، كيقول لي بغي نشوف وليداتك، بغي نشوف وليداتك. اه. ما بغيت نتزوج كما قلت لك، جيت هنا. هضرت معها في الاخت ديالي، قالت لي هذيك السيده راه مزيانه، راه اختهم، راه كنا كنعرفوها من قبل، راه الله عمرها دار. قلت لها صافي اه. ماشي مشكل. خديت واحد العطله، كانت عندي شهر ديال الكونجي. جيت هنا الدار البيضاء، مشيت اخر نهار، يعني اخر نهار اللي غادي مشينا لدارهم، هضرنا معاهم وداك الشيء. قالت لي واخا. قالت الوالده عندي، ومشينا انا واختي واحد الوالده. قالت لي غنعطيوه النمره، وديك الساعه تفاهموا وياها، الله ييسر لهم. اييه. قلنا ما كاين باس، مشينا خدينا النمره. بقيت على اتصال انا وياها تقريبا شي 8 شهور، وانا في ايطاليا. اه. واحد النهار عيطات لي الوالده، قالت لي الوالد ديالك راه مضرور، يعني راه مريض بزاف، جي باش تشوف. قلت لها صافي ماشي مشكل. قلت لها مادام اني تفاهمت مع ديك السيده، قلت لها غادي نجيو من هنا منا نتزوجوا. حجو حاجه ما عندني حاجه نشوف الوالد، في مادام نفس انا على الوقت. فراش الموت، يعني نجي نشوفو من هنا. مادام هو كانت الامنيه ديالو انه نتزوج في حياتنا، اي. يعني على الاقل ندير العقد هو في حياته ويشوفه. واخا. المهم جيت شفت الوالد، استريحت شويه، مشيت عندنا، قلت لهم راه عندي 15 يوم خصنا نديروا العقد ديالك. واخا. لان هاد السيده كانت قالت لي توعدني بحاجه واحده. اها. قالت لي انك ترفق بيا عند في الدخله. اها. قلت لها ماشي مشكل. قلت لها هذه يمكن مادام انك تخففتي من الدخله، تقدر ترى حتى اختي، تقدر تطرى لاي وحده، اي مرة تقدر تطرى لهذا هذا الانسان. هو عادي. ديال الخوف من الدخله عادي. انا علاش درت راسي فايق، يعني بغيت نخدم هذه القضيه ديال انسان مربي متخلق، يعني متحضر، ماشي من ذاك النوع اللي انه، ولا مع احترامي لكل الناس بالطريقه ديال الدخول اللي كيديروا في الاوروبيات، راه كاع اها. الطريقه ديال الدخول ديال اها. اها. الاوروبيات. اها. يعني ولو انها كتبها لي دابا، ولا تكتبها لي هذيك هي الطريقه السليمه. علاش؟ لان تبدلوا عندي بزاف ديال المفاهيم، وبزاف ديال. المهم طيب. باختصار. طيب مرحبا. باختصار المهم قلت له واخا، درنا العقد وداك الشيء. جمعت هي الملف ديال الوراق اللي طالبين، وانا جمعت الوراق اللي طالبين. مشينا عند العدول، نكتب لنا العقد، كتبنا العقد، قراه لينا، حطوا لنا، سينيناه. صافي جمعوا الوراق. النهار اللي بغينا نجيو باش ناخذوا العقد، قالت لي راه دارنا كيتسناو فينا في تمرح لي في الدار. قلت لي راه نمشيو عندهم زعما ديريكتومون. قلت لها ماشي مشكل، امتى يخرج العقد؟ من يخرج العقد تبقى لي يعني 3 ايام تقريبا باش انني نمشي لإيطاليا. المهم خرج داك العقد، مشينا جناه، النسخات بجوج، سلمهم ليها سميتو العدول في يديها. مشينا لدارهم في العشيه، قلت لها يلاه باش مادام لان فاش مشينا كتبنا النهار الاول العقد. ها. مشيت عند خوها، قلت لها سيدي انا راه نمشي. قالت لي راه نمشي قلت لها يلاه معايا للدار. قالت لي لا، قالت لي ما نقدرش نمشي معاك حتى يخرج العقد، ولا يقولها على الاقل يقولها مولا خويا. ملي درت مع خوها قال لي خويا لا. قلت لي مادام اني راه فاكره ولاد حلال عليا دابا، ممكن هذا الشيء. قلت لي ما عنديش بزاف ديال الوقت، عندي 15 يوم، وهذيك 15 يوم ما كانش بقات فيها 3 ايام. اه. قال لي لا ما لا. المهم كما قلت لك علاش؟ شنو هو علاش هاد لا؟ علاش هاد لا زعما؟ هاد لا قالت يعني مازال حرام، مازال ما حلالش. قلت لك ما تحل عليك حتى يخرج العقد. ما لنا العقليات كتختلف والمبادئ كتختلف، قلنا ما كاين باس، راه متعينين. كما قلت لك 3 ايام علاش مشينا جبنا العقد. المهم مشيت انا وياها، حاولت معاها النهار الاول، النهار الثاني، الغد عندي الطياره باش نرجع في حياتي. المهم ما تمكنش انني ندخل بها. مشيت لإيطالي،
هي تبعتني، كان هذيك الساعه اللي في السنه الايطالي مات الوالد باش تقريبا 10 ايام مات الوالد، ما كانش عندي انا الامكانيه باش انني نعاود نرجع ولا ناخذ شي ايام من تما من عطله من الخدمه. المهم مشيت تما، كما قلت لك ما كانش امكانيه انني نجي نحضر الوالد مسكين الله يرحمه. جات هي تبعتني من بعد تقريبا شي شهر باش تبعتني. بعثني تما كنحاول معها النهار الاول، النهار الثاني، النهار الثالث، النهار الرابع، النهار الخامس، الشهر الاول، الشهر الثاني، الشهر الثالث، مع الوفاه ديال الوالد. واش كان عندها شي موقف عصبي ولا عندها شي جرح، شي الم، شنو فين كاين المشكل عندكم؟ ها المشكل فين كاين، النهار اللي كملات 4 شهور و10 ايام تقريبا، نقول 4 شهور و20 يوم تقريبا، 4 شهور و10 ايام. وفقت واحد النهار بحال كتناعس، هي كتهرب، ما كتقول لي غير كنقرب ليها كتقول كتسكت وكتقول يا رب يا رب. وانا ملي كنسمع لك يا رب يعني انسان فهمتي كتقول كتسكت كتقول يا رب يا رب. انا كنتراجع كنقول بالناقص من هاد الدخله كاع. المهم قلت لك بقات تقريبا وصلت 4 شهور باش 7 شهور 10 ايام بحال هكا تقريبا. فقت ما داك الصباح بحال كنت ناعس، بحال كنت مضروب بشي حاجه. قلت لها ولد الناس، قلت لها انت عندك الغايق الجاي، قالت لي بقى لي 10 ايام. قلت لها شوفي اختي ملي من بالله ورحمته بحنيني وما دخلت بك هاد 10 ايام هادي اعتبر راسك مطلقه. المهم انا قالت لي بدات كتبكي، قالت لي لا معلاش خرجت وانا نعيط الاخ ديالها اللي كان قال لي النهار الاول ما دياش. انا نعيط لي قلت لي فلان، قال لي عملت لي واش اخبارك؟ انا مازال ما دخلتش بختك. ويقول لي وشنو هو المشكل؟ قال لي سير، قال لي دير شويه ديال ديال الرقيه. قلت لي راه ماشي منك، قلت لي راه من الاخت ديالك، قلت لي راه ما هذا الشيء ما كيديرش، ما كيحتاجش ندير الرقيه ولا. قلت لي اختك عندها شي حاجه. اذا في هذيك الساعه مشيت عند واحد الطبيبه تما، حكيت لها الاشكال، قلت لها راه عندي واحد المراه ملي تزوجت داكشي، وراه دابا راه دازت تقريبا شي 4 شهور، اكثر من 4 شهور ما دخلتش بها. قالت لي واخا جيبها لي. مشيت ديتها ليها، دازت. المهم فاش جات هي للدار جات معها القرعه ديال لي فيريفيكاسيون ديال الفيريفيكاتور. قلت لها انا مشيت قلت لها هادو علاش هادو؟ قالت لي راه قالت لي قول لي يعاون بهم. مشيت انا عند الطبيبه قلت لها ودي هذيك اللي فيريفيكاتور ما محتاجاش لي فيريفيكاتور، السيده راه ما محتاجاش لهم، يعني السيده راه كتفهمتي كنستسمح على كل حال راه كتفزق يعني يعني ما كاينش مشاكل، يعني ما كاينش مشاكل في والمهم قالت لي انه غير ساعد معها وداك الشيء، قالت لي راه غادي يكون خير. المهم مشيت، دازت تقريبا ديك 9 ايام كلها ما كاين والو. نص انا بالليل نغدا 10 ايام على اساس انها غتكمل 10 ايام ديالها. جمعت لها الباليزه ديالي، قلت لها اختي، قالت لي نعم. قلت لها غدا غنجمع حوايجك وغادي في حياتك. قلت لها مادام انا ما دخلتش بك هذه المده كامله ما يمكنش غدا غادي ندخل بك. مع انا بدات كتبكي ما نساش بك الغد. وصلت تقريبا شي نقول لك شي 12 كنت نديرها مع جوج. قلت لها غنخرج مع جوج مع الخدمه مع جوج. قلت لها عندك اختيار واحد، اما اننا نقضيو الغرض ولا الله يعاوننا. المهم جيت بزز تما كنت انا ندخل بها، لقيت السيده ماشي بيها. المهم هي قبل ما نمشيو نديرو العقد وراتني واحد السيرتيفيكا ديال فيرجينيتي نديرها عند واحد الطبيبه، واش داتها بغيتها وراتها ليا كنت منها. انا قالت لي ها انت راني بيها، قلت لها ماشي مشكل. شداتها طواتها ورجعتها في حالياتها. المهم دازت، انا تصدمت، كتشوف راسك راك ناعس على الفراش ديال الغدر. واش عباد الله راه شهور اكثر من 4 شهور. يعني نفسانيا وليت كنعاني من واحد المعاناه اللي تنقول لا اله الا الله محمد رسول الله. معلنا انت هذيك الساعه. وعلاه الطبيبه اللي مشيتي عندها تما في ايطاليا ما تبتتلكش بان ما كاينش مشكل ولا؟ اصلا هي الطبيب ما انا حتى سولتها، قلت لها بغيت نسولك حاجه واحده. قلت لها كما السيده ماشي فيها ربما طرا لها شي مشكل ماشي واحد، ربما قلت لها ما بغاش تبين لي. قالت لي انا نو قالت لي هذا الاحتمال، قالت لي غير حيت قالت لي السيده قلبت راه باقي فيها. والصدمه الكبيره هي ملي غادي نرجع للمغرب. مالا انا حاولت ما امكن باش ما نبينش لها بان راه قلت راه نصبر عليها واحد شويه، اللي كان ممكن ان نرجع للمغرب ونرجع في حاليات احسن ونبقاو خوت. انا كنحاول ما يمكن كنقول لها راه الوالده راه مريضه راه عيانه راه غادي خصنا نمشيو. قالت لها جات واحد الوقيته هي ما بغاتش تجي. قلت لها بغينا نهودوا العيد نعيدوا. قالت لي لا يعني السيده مصممه على ان ما تهوش. يجي ملي ما بغاتش تناقشنا انا وياها النهار وانا نمشي نبلوكي لها الاوراق. بلوكيت لها الاوراق انا مع 10 مع 12 مشات دعاتني.
هو مازال ما عرفش فيها اصلا. غوضت اليوم جدات خدمت عيطات لواحد النمره ديال التليفون، المهم شعكات شعرها بدات كتغوت، كتقول عطوني عطوني عطوني. انا دخلوا عليا البوليس هزوني انا وياه. مع ان انا اصلا في الوقت اللي كنت انا شاده اش دار لنا هو شوف واش دارت، بقات غير في واحد السليب واحد شوميز اللي كيبين. المهم بقات في الباس تقريبا يعني ما هذا ديال مكشوف يعني انا ما بغيتهاش تخرج في هذيك الحاله، شديتها يعني حتى شديتها ما بغيتش نخليها تخرج. المهم مشات لي الصدريه كما قلت لك خدمتي اصلا خدمه التليفون عندها عيطات في واحد النمره، جاو البوليس كما قلت لك لقاوني شاده. قال لي مالك؟ قلت له ودي راه السيده كتغوت. قلت له ما درت لها والو. المهم دونا للسبيطار، دوز ليها الطبيب. انا ما كانش عندي الوقت باش انا نبقى تما خدام هذيك الساعه 5. مشيت لخدمتي خدمت صافي. المهم هي دعاتني مادام مشاو دوزوا لها الطبيب تما، دعاتني غتجيني الدعوه، غادي نعرف الدعوه تاعها، غادي نجي للمغرب، غادي نبغي نطلب الطلاق. المهم ملي شافتها ملي سمعت بان راه دعاتني، مازال ما عرفتش انا الفحوى ديال الدعوه واش كاين شي المحتوى ديالها. ملي جيت هنا بغيت نطلب الطلاق قال لي سير جيب العقد ديالكم. ملي مشيت تيريت العقد ديالنا كنلقى فيه بان السيده مزوجه ومطلقه. هكاك. وكيفاش انت ما انتبهتيش لهذه القضيه هذه؟ والعدول ياك قلتي العدول قرا عليكم العقاد وداك الشيء. راه ما كاينش شي واحد، انا نتحدى اي واحد علمني بان راه عرفتي بحال حكموا لي في الاخر. شداتني قالت لهم راه كان اسمها بزاف، كان يعني كيرغم عليها كيعنفها، قالت لهم بان كيعنفني. حكموا لي 5 سنين ديال الحبس و80 مليون نعطيها لها ويطردوني من اللي طالب. اش وقع؟ باختصار ملي رجعت انا هنا، ملي تصدمت ملي لقيت سميتو بقيت نغوت هذوك هما اللي العدولات. جيت عند العدو اللي كتب لي قلت ليه سيدي راه مزوجه مطلقه. شفت كاع ما قال لي واش نقول لي ندير لك رافياج باش بقيت نخبط في راسي بواحد كنصلي في راسي. لا ولكن علاه زعما انت ملي قرا عليك وداك الشيء ما عرفتيش بان هاد السيده راه كانت تدعي الطلاق وتزوجات بك؟ ما كايناش. ونتحدى اي واحد يقول لي راه كانت في العقد اللي كانت خويا الا خلانا السنين عاد باش طبع من فوق. ونتحدى اي واحد يقول لي راه كانت، لانه كون كانت وانا عندي الوراق بان راه 5 شهور وانا صابر عليها. لو واش انا مكلخ نعرف راها مزوجه ومطلقه ونمشي نبقى صابر عليها 5 شهور. والوثائق اللي جمعتوا علاه ما فيهم ما تيثبتوش هذيك العلاقه، بكون ان حيت الوثائق اللي جمعتوا راه فيها هذاك النسخه ديال هذا الحكم ديال الطلاق. هي دات الملف ديالها مسدود حطاتو فوق من البيرو ديال سميتو، ما قلبتوش وتا سميتو حتى من العدول ما قلبوش. ولقينا العقد مكتوب، نزيد لقينا العقد مكتوب وعندي الادله كتثبت بان انا اصلا هذاك العقد ما عرفش بان مزوج ومطلق. هذا دليل كافي على بطلان العقد. وترى المشكل اللي شوف غيطرا راه مازال هنا، راه مازال شويه. كيحكموا لي 5 سنين و88 مليون في الطاليان هادشي. في الطاليان وجروا عليا اش طرا. المهم فين ملي حكموا عليا بحال هكا جيت هنا بغيت نطلب الطلاق. طلبت الطلاق اللي سميتو المحامي ديالها صيفط مذكره جوابيه. هادشي راه حاكم عليا ب 5 سنين. المحامي ديالها صيفط لرئيس المحكمه ديال الدار البيضاء مذكره جوابيه كيطلب هذا كيطلب الصلح. انا كنت هي كتطلب الصلح، المهم انا كتطلب الصلح بغات ترجع للراجل. وكذا سبعت كذبات في داك الشيء اللي في البرنامج المذكره الجوابيه. قالت لهم بانك كيشد 6 مليون وبانك راه كتعدى عليا وكيضربني وعندي الادله الكذوب ديال اللي قالت. المهم حكموا عليا انا نعطيها 3 مليون ديال سميتو ديال سميتو المستحقات ديالها. خلصت لها ملي انا هذيك ملي قبل ما تحكم المحكمه شديت هذيك الورقه اللي كانت صيفطت المذكره الجوابيه اللي طالبه فيها الصلح. رجعت لي طالي قلت لي ودي راه هذا الشيء المحامي ديالك قلت له ودي السيده راه طالبه الصلح وهذه راه هو ثم حاكم عليا ب5 سنين. قلت لي ما عرفتش قال لي راه بغاتك تغادي عندي. ما علينا واحد النهار تلاقيت معاه عيطت للبوليس لان عندي حكم بانه خصني نقرب لها. عيطت للبوليس ديال تما قلت لهم راه كاينه مراتي هنا راه عندي واحد الورقه كانت صيفطتها لهذا رئيس المحكمه كتطلب فيها الصلح وانا راه بغيت دابا منها ورقه بان ما بغاش الصلح، ما بغاش تعيش معايا باش على الاقل يكون واحد الطلاق اتفاقي على الاقل، ولا على الاقل حتى الا كانت شي مستحقات ما تاخذش مستحقات كثيره باش نديت انا المحامي ديالي باش تبع لي في الطلاق. اش داروا؟ لصقوا لي تهمه على انني كنت كنهددها.
ولاو حاكم عليه سميتو البي ام اش يقولوا ليه، انا ما عرفتش كيسميوه. طلب لي 4 سنين ديال الحبس، غير جاب الله المحامي ديالي ديال ليه. كان محامي ديال فيدوسا، كيسموه المحامي ديال الثقه، لانه يلاه فقط هذيك القضيه ديال انا خصني ندبر على محامي، عندي الحق في محامي تخلصوا الدوله. دابا 4 سنين بلا خدمه دمرت حياتي. 4 سنين بلا عمل. دعاتني قالت لهم انا كيتبان يحكموا لي فيها بعام و15 مليون. دابا انت بحال شي واحد مسجون في حالة صراح، ما تخدم ما تدير حتى حاجه والو. ماشي هما كما قالوش لي ما تخدمش، قال لي سير لقيتي خدمه سير خدم. وجراو ايام الخدمه الوقت اللي انا كنت خدام، تيجيو البوليس عند سميتو عند الشاف ديال الخدمه عندي، ملي شافوه كيديروا البحث تما، وانت مشاو عند الشاف ديال الخدمه ديالي باش يبحثوا عليا، وقال لهم الناس اللي كنخدم معاهم كاع عندي الورق كتب داكشي. من بعد راه في درا مزيان، زعما ماشي شي واحد اللي عارف بي ولا شي واحد اللي يعني انسان كيعرف اش كيدير. ومع ذلك ما خداوش بهذيك الاقوال. ثم ملي ما بغاش تاخذوا بهذيك الاقوال وهذاك البحث، علاش مشيتوا درتوها عند الشاف ديالي وسختوا لي وجهي معاه، حتى ولا طاردني من بعد 3 شهور طردني. طردني من تما خدمت 4 سنين دابا بلا خدمه للاسف. هادو عاود وقائع طبعا ديال السي عبد الغني من ايطاليا. شفنا يعني كيفاش يعني دابا في عمره 40 عام، في 30 عام طبعا مشى بعقد عمل ديالو، سوى الامور ديالو من بعد 3 ديال السنوات، جا تزوج. قال لينا كيفاش الزوجه ديالو هيئات يعني الظروف ديالها باش يمكن تحط الملف ديالها كيف ما هو حط الملف ديالو، قرا عليهم العدو العقد بانهم فعلا مجوجين، ولكن ما شاف شيء هذاك الملفات طبعا والوثائق الاداريه اللي دلات بها اللي فيها النسخه ديال الحكم ديال الطلاق. على كل حال تبين من بعد 4 ديال الشهور ملي كتدي وتجيب فيه وعلاش وبلاتي وكان يعتقد بديهيا في الاول باللي كاين مشكل في العلاقه بيناتهم، ديال كيفاش تكون العلاقه بيناتهم طبيعيه كزوجين كيمكن يتعاشروا. من بعد تبين له باللي هذه العلاقه طبعا فيها تدليس عليه، وعرف بانهم بعد راهم مطلقه. السي عبد الغني مرحبا بك من الدار البيضاء. بارك الله فيك طول عمرك. كنسمح القطعه ديال مرحبا بالعوده ديالك السي عبد الغني، مرحبا بك من جديد. بارك الله فيك طول عمرك. مرحبا. كنا سيدي خليناها عند الوقيته اللي 4 سنين دابا انت حاليا بلا عمل، من جراء هذا المشكل طبعا اللي طبعا في طاليان، لانه انت كنت وضعيتك مسويه وكانت الامور ديالك مقاده. طبعا السمعه ديالك حيت هاد الناس جاو كيديروا التحقيق ديالهم عند واش انت راجل عصبي، واش مائل للعنف، واش عرفوا باللي هادشي ما كاين منه. ولكن مع ذلك 4 سنين انت حاليا من جراء هادشي انت فاقد العمل ديالك. نعم سيدي. وكنت رجعتي للمغرب يعني كاجراء كان عقابي بالنسبه لك ولا كيفاش؟ نو كنت رجعت، كنجي للمغرب وكنمشي عادي، ما كانش شي اجراء عقابي يعني بالطرد ولا شي حاجه. الاجراءات العقابيه اللي كاينه هي اللي قلت لك هذه الاحكام كلها، يعني كما قلت لك قبيله فاش كانت تقدمات بهذاك الطلب بان بغات ترجع تعيش مع بغات الصلح وبغات ترجع تعيش معايا. اييه اصلا ما حضراتش في الطلاق، ما حضراتش اصلا الجلسات ديال الصلح، هذه هي الاولى. وثانيا ان دابا ملي مشيت انا لهيه وقلت لك كانت واحد من الجلسات ديال واحد الاستئناف. اييه المحامي ديالي قال للسيد قال القاضي قال لي ها انت يا سيدي راه ما غترجع لراجلها. اييه ناضت المحاميه ديالها قالت لي سيدي، قالت لي هذا الشيء غير كله كذوب، تهديد. هذا الوطن ما تيقول له بان زعما المحاميه كتقول بلي هذا الشيء راه فقط تهديد منه هو. نو قالت لي بان هادشي كله كذوب، هادشي اللي هاد الورقه اللي قال لك راه طالبه باش ترجع، قالت لي راه ما كايناش لا اساس لها من الصحه. وقلت لها انا منين جبت انا هاد الورقه؟ المهم بقات تكمل القاضي كتقول لي هاد السيد راه ما بغاش ترجع لراجلها، وراه ما صيفطات حتى شي مذكره جوابيه لرئيس المحكمه، وبان راه قالت لي ما عرفتش شي حاجه على الطلاق وما مكلفه حتى محامي للطلاق. شوف، وهاد المحامي راه متهماني بانني مدوز الحبس قبل، وقالنا سول القاضي كاين انا اصلا فايت مدوز الحبس. تيدوز، ولكن كنت دوزتي مسبقا ديك ال5 سنين ديال السجن. نو ما عمرني ما دوزتش حبس، راه يلاه بغيت نصحح لك هاد المعلومه اللي قلتي قبيله. انا مازال ما مدوزتش 5 سنين، حاكما ليا ب5 سنين.
وانا قلت للقاضي، قلت ليه واش انا فين ندوز هذا الحبس، وعلاش ندوز، واش ندوزو هنا في ايطاليا، ندوزو في المغرب، وعلاش ندوزو، شحال المده اللي دوزت. قلت ليه ما تجيش يعني تهمني في حوايج اللي ما كاينينش. قالت لهم بانك يستعمل سميتو المخدرات، وديت لهم اصلا انايا جوج الاوراق كانوا مديرينهم ليا الخدمه، كان حيت كنا كنصوبوا في ريفورم كبيره ديال الزواج وداكشي، يعني خصنا ما نكونوش نستعملوا شي ديال المخدرات، تستعملوا اي دواء ولا اي مخدر ولا شي حاجه اللي ومن 6 شهور كانوا كيديروا لنا واحد التيست. وديت للقاضي قلت لهم بان هذيك السيده كتسالني بان كندير المخدرات، انتم هما دي تيست اللي هما كاين في وجهي. ونزيدك انا مستعد الا جا شي واحد يحقق معايا، كاينه 28 كذبه بالادله، 28 كذبه اللي محطوطه عليا بالادله في هذا الملف ديال الدعوات اللي كاينين. حيت هما بناو الاحكام ديالهم كلها، علاش بناوها على الاقوال ديال الزوج. وعاد باش زيد المحاميه زيدها حتى هي يعني بالكذوب، يعني ما عرفتش منين كتجيب هاد الكذوب هادي. هي المشكل دابا ما بقاش بيني وبين المراه، دابا المشكل ولا بيني وبين هاد المحاميه هادي، ديال الرئيسه ديال الجمعيه ديال النسويه، بغات تغرقني باي ثمن. تما هي هاد المحاميه كاينه ليه. وزياد على هادشي اللي نبغي ننبه ليه للمهاجرين، رحنا جاهلين بالقوانين، لا القوانين ديالنا ولا القوانين ديال الايطالي ديال البلد اللي ديال البلاد اللي نتوما فيها. فوالا. وما عندناش حتى هيئات اللي كتساعدنا تما. قلبت على جمعيات التائيس، ما لقيتش جمعيات اللي كتساعد، اللي مثلا تقدر تنصحك ولا توجهك. ولا انا الخطا اللي ارتكبنا تما شنو هو؟ ما كنتيش لجأتي للقنصليه المغربيه تما؟ ما صيفط ليها شكايه فيها سبعه الاوراق، وهاد الشكايه اللي صيفط لهم صيفطتها حتى لوزاره الخارجيه هنا، وصيفطتها لديوان المظالم، وصيفط شكايات بالمحامين اللي خليتها لنا، لان المحامين اللي درتها لنا ربعه هما اللي تسبوا لي في التماطل ديالهم، تسبوا لي في التمديد ديال عمر الزواج. عمر الزواج السيده بقات معاه غير 7 شهور. 7 شهور اللي بقات معاه خرجت في حالياتها، هي ولات خارجه 3 سنين عاد باش وصل الطلاق. باش تجيك داك المستحقات ديال زعما راه عايشه معاك ديك المده كامله. عايشه معاه، وهنا كيخالف الشرع ولا القانون، كيخالفوا، وهو اصلا الزواج باطل، لان حنا كما قلت لك انت تم تدليس عليك ولا بالقانون. انت كتقول باللي تم تدليس عليك. برافو. كاين هنا النصب والتدليس، وكاين حتى التزوير. والعقود، صحه العقود فين كتكون؟ صحه العقود الا كنت انا متعاقد معك واحد العقد، وانت ولا انا جاهل بواحد الحاجه كاينه في العقد، وكاين ما يثبت بان راه واحد فينا جاهل بها، العقد كيتسمى باطل. لا شرعا ولا قانونا. حيت نتصور مثلا بان السيده كنت مزوج بها انا وياها بلا شرع، بلا العقد الكتابي. وما عرفتش بانه انا واحد من الطرفين ما عارفش واحد ضروري هنا غنكونوا ضروري عارفين انا وياها اي حاجه كاينه. لاني لا خفيتي عليا انا وياك خفيتي، واحد فينا خفى على الاخر شي حاجه في العقد، كيتسمى العقد باطل، وعاد باش كيكون حرام على واحد وحلال على واحد. انا نفسر لك ربما ولا لا هي الفكره واضحه. يعني هنا الزواج مادام انه باطل شرعا، علاش انا نخلص المستحقات ديال المرأة؟ سؤال ثاني مادام ان كاين هذاك الفصل ديال 86 كيشوف وشكون اللي كان سبب في الطلاق، واش الرجل ولا المراه، وكيشوف شحال المده ديال الزواج، وكيشوف واش السيد خدام ولا لا. انا اصلا ثبت لهم في المحكمه بانني ما خدامش، وثبت لهم بان راه السيده راه كتخدم وخدامه وكتشد 140,000 ريال، وما راه هي كذبات كما قالت ما كانش نتبع ديك الساعه. كتخدم هي تما في ايطاليا، يعني تما كتخدم؟ نعم سيدي، مازال كتخدم دابا. نصايبوا لها الاوراق، ما دوش على الطلب ديالي لان الوكيل ديال الاوراق ما دوش ليه، وعاد باش دبروا لي على الخدمه، ودابا خدامه وساكنه وبخير. واش وحده مزوره الاوراق، مزوره عقد الزواج، ومزوره شهاده العذريه، نسينا الطبيبه بدكنا، مزوره شهاده العذريه من بعد ما تزوجات وطلقات، ومزوجه شهاده العذريه، وغادا اللي هي يعني كاين ناس مستعده انا ندفع 10 مليون باش تمشي لإيطالي. هي مشات فابور، وها هي صيفطتني انا خرجت لي المستقبل ديالي، دمرت حياتي وصيفطتني للحبس، ومشات هي دابا خدامه
ومستقره وبخير ومحميه بالقانون ولا بكل شيء. اش وقع ملي جيت انا عند المحامي الاول خلص لي 600,000 فرنك، خليت ليه الطلاق وخليت ليه كما قلت لك سميتو هذا الشيء ديال الزوار ديال الطبيبه ودعيت الطبيبه ودعيت حتى المراه. اش وقع هذاك الطبيب شطبوا عليه من اللائحه ديال هذاك المحامي، اسمح لي، المحامي شطبوا عليه من اللائحه ديال المحامي ديال المحاماه هنايا في الدار البيضاء، محكمه الدار البيضاء. شدوا الملفات ديالهم كلهم لحقوا المصفي. انا المصفي كنعيط ليه عامين وانا كنعيط ليه من تما، اللي كنعيط اصلا سميتها النقابه ديال المحامين، كنقول لهم فين من طاح الملف ديال المصفي، ما بغاوش يقولوا لي ديالي انا. اش من مصفي لا عنده الملف ديالي انا، حتى واحد ما كيقول لي مازال ما تحددش المصفي، مازال ما تحددش المصفي. واحد النهار ما يقولوا لي ها سميت المصفي سير عنده راه سميتو الطالب. واخا بلا سميت. واخا مشيت كنعيط لهذا المسيو الطالبي قال لي ما ديت بلا سميات كاع، بلا سميات من الافضل. اوكي واخا. كنعيط لهذا المسيو الطالبي، كنعيط لهذا المحامي كنقول ليه فين هو هذا المصطفى، كنعيط ليه كنقول ليه فين هو الملف ديالي، كيقول لي ما عنديش الملف ديالك. بقى ناكر عليا اليوم غدا جيت هنا ملي أست وخرجت من الخدمه وداك الشيء جيت هنايا. صدقت دبرت على واحد محامي اخر اللي خلصته من جديد، وهو اللي تبع معايا القضيه ديال كانوا شدوا ديك الشكايه دخلوها للحبس. كيفاش شديت واحد خلصته محامي اخر، وهو اللي قال لي وعدني قال لي انني غادي ندير الشكايه من الحبس ويبلغ السيده لان عندها معلوم برا، غادي يبلغها عن طريق الدبلوماسيه بلا ما يحتاج انه يبقى يصيفط وكيل العام سميتها مذكره بحث عليها هنا في شرطه الحدود. قال لي حنا غنبلغوها عن طريق الدبلوماسيه. علاش؟ لانها عندها عنوان معلوم. معلمه. قلت لك انا بقيت المهم خلصته، ها هو خرج الشكايه من الحفظ ما بلغش السيد عن طريق الدبلوماسيه. هذا هو المحامي الثاني الثالث اللي خلصته. ما بلغش السيد عن طريق الدبلوماسيه، يعني بغى يضيعني انا في حقي، وخفى كما قلت لك المشكل ديال الزوير في الطلاق، خفاه قدام المحكمه ديال الطلاق، خفاه ما هضرش عليه، وما هضرش على هذاك الاشكال ديال اني عارفين هذا السيد دابا انا مزوج مطلقه. اي درت واحد النهار ملي مشيت عند المصفي قلت لي اش دير، قلت لي ما عندكش الملف ديالي وكتب لي نصيفط لك انا طلب برا وانت غتجاوبني غتقول لي بان ما عنديش شي ملف، على الاقل يبقى في يدي واحد الدليل انا كيضمن بان راه ما عارفش بان راه ما عندوش. هو ملي سمع الهضره قال لي اش دير، قال لي الاسبوع الجاي قال لي انا عاود نقلب في الملفات، قلب عيط لي قال لي راه كاين. ملي مشيت قلت لي علاش ما درتي معايا والو، قال لي ما كاينش شي مسطره قال لي فيه، مصدقت نقدم شكايه لا به ولا بهذا المسيس قال لي وان ولا هذا المحامي الاولاني اللي كان على كل حال وهذا الشخص الثاني والمصفي، ودعيت حتى هذا المحامي الثالث. علاش؟ لانه تماطل ماشي ما كيما قلت لك خفى بزاف الحوايج على المحكمه. علاش كان يخفي هذه المشاكل اللي ما بينه وبين المراه، وعلاش كان يخفي هذه القضيه ديال بان راه تزوير، قضيه ديال التزوير، علاش ما يدخلهاش في الطلاق؟ وكما قلت لك هذا سميتو الفصل ديال 80 اللي كيهضر على المده ديال حتى انا ما كنتش، انا ماشي انا هو السبب في الطلاق هي الاولى، وماشي انا هو السبب في الاطاله ديال المده ديال الزواج هذه الثانيه، والبنت الثالث ما تحترمش هو الخدمه، يعني واش خدام هذا الانسان شنو كيفاش الحاله ديالو الماديه، ديك الساعه ما خدامش وتبت المحكمه باني ما خدامش، ولاش خرجوا للسيده المستحقات ديال 3 مليون. شوف اش خطر عليا عاوتاني كما قلت لك، كاين واحد محكوم فيها ب 85 مليون والطرد من الايطالي، والثانيه محكوم فيها بعام 15 مليون على ستولكينغ. على اش الثانيه؟ ستولكينغ قالت لهم بان كيتبعني هي فاش الشخص اللي تيبقى ملازمك وكاينه واحده اخرى كما قلت لك، قلت لهم غير السيده راه مزوجه ومطلقه، حكموا لي ب3 شهور و4 مليون خلص عليها. قالت علاش تقول؟ قال لك هذه اهانه للمراه. قلت لهم راه مزوجه مطلقه من بعد البناء، قال لك ما تهضرش ما تقولش بان راه ماشي ديالها. ومازال اليومنا هذا سميتو المحاميه ديالها كتقول لا راه مازال فيها وحيدها من فمها، وحكم عليا في الثالثه قلت لك في الرابعه ب3 شهور و6 مليون.
علاش نعيط، علاش نتلقى ليها قالوا لي من عيط لها سميتو، عيط للبوليس قلت لهم تعال راه بغيت واحد الورقه مسينه من هاد المراه عندي بان ما بغاش ترجع تعيش معايا، وبان راه هذاك الشيء اللي كامل اللي قالت راه ما تراجع على ديك الهضره اللي قالت اللي صيفطت رئيس المحكمه. لصقوا لي تهمه ديال التهديد، حكم لي فيها، كانوا حكموا لي ب4 سنين. طلبوا اصلا التئام اللي كاين تما طلب لي 4 سنين. جاب الله انا اصلا ملي ما بقيتش نثيق في المحامين تما ديال ديك المدينه، قلبت على محاميه اخرى كتبعد ب 100 كيلومتر باش كتبعد من المدينه اللي انا فيها. وزعما خدمات صراحه خدمات معايا. علاش؟ لان كاين جوج الانواع ديال المحامين، كاين اما محامي ديال الدوله، ولا محامي اللي كتكلفو انت ولا عندك قل من 8 مليون في الدخل كتخلصوا لك الدوله. تصور معايا كان مرة كتخدامها هي بمليون و40,000 ريال ومع ذلك كتخلص لها الدوله المحاميه، وانا ما بغوش يخلصوا لي المحامي. يعني عينهم فيا بهذا المفهوم هذا. نعم. اللي بغيت نشير ليه هنايا، يعني قلت لك كما قلت لك، تصور فاش حكموا لي بهذا بعد عام و15 مليون. المهم مشى عيطات لي المحاميه فاش الله وصلتهم، ما كانش خباري انا، ما كانش خباري بان راه داعيين. عيطات لي المحاميه ديالي قالت لي بان راه كلفاتني الدوله باش انا ندافع لك. قلت لها فاش؟ قالت لي راه على قبل المرض ديالي. قلت لها ودي راه عندي المحامي ديالي. قالت لي نو. قالت لي راه واحد قالت لي فاش؟ قلت لها في الدعوه الفلانيه. قالت لي نو ماشي هذه. قالت لي راه عندك دعوه اخرى. قلت لها قالت لي المهم قالت لي جا عندي نهضر معاك. مشيت عندها سنيت لي الوراق باش ان هي المحاميه ديالي. قالت لي عرفتي اش دير؟ قالت لي دابا عندك جلسه في النهار الفلاني، غادي تمشي وغادي تقول للقاضي بانه راه المحاميه ديالي يلاه هو وصلها الملف، وراه ما غاديش نجاوب دابا حتى من بعد حتى درس لي الملف عاد باش غنجاوب. ما نجاوبش دابا على حتى اصلا كانوا عيطوا لي باش يستمعوا لي باش يستمعوا لي. ملي مشيت صيفطت معايا محاميه اخرى خدامه معها، قالت لي انا ما غاديش نحضر. علاش؟ لان عندي ميدان في روما. قلت لها ماشي مشيت حضرت مع ديك المحاميه. سولني القاضي قال لي فهمني شنو ديال الحاله العائليه. قلت لي راه مزوج، راه هادشي علاش ما يطل لي هنا. قال لي واش قاري شنو المستوى ديالك؟ قلت لي راه عندي دوزيام فوق لافاك. المهم في لافاك، المهم ما علينا. قال لي واخا. قال لي عاود لي اش كاين. قلت له ودي راني اتفقت مع المحامي ديالي، راه يلاه جا الملف وراه مازال ما درستش الدعوه. المهم تدرس هي الدعوه عاد باش نقرر نهضر وتكون حاضره معايا هي. قال لي صافي. اجل لكم الجلسه. اجلوا لي ماشي اجلوا الجلسه. قال لي صافي واخا. اش طرا؟ حكموا عليا بلا ما نحضر انا، بلا ما يعلموني، بلا ما يعطوا لي، بلا ما يتصنتوا لي. ملي صيفت انا المحاميه قلت لها، ملي وصلني الخبر بان تحكمت، طلبت من المحاميه ديالي قلت لها باش ديري لي الاستئناف. قالت لي واخا. مشيت عندها، قالت لي عطات لي البيرو، مشيت للبيرو عندها. قالت لي عرفتي اش دير؟ قلت لي راه الاستئناف ما نقدروش نديروه دابا، وانا عارف بان الاستئناف عندنا في شهرين. لما فتنا هذيك شهرين كاين واحد الاجل قانوني وداك الشيء تيبقى ما بقاش عندي الحق فيها. قلت لها شنو نعمل دابا؟ قلت لي خصنا نتسناو الاستئناف ديال اللي قلت لي 5 سنين كي غيخرج. قلت لها واخا. مشيت للدار صيفط لها ايميل، قلت لها على الاقل باش تجاوبني وبقى في يدي واحد شي حاجه باش نهضر. قلت لها ودي راه كنتي هضرت معايا قبيله وقلت لي بان راه خصنا نتسناو هاد 5 سنين اللي كنتي الدعوه الاخرى. قلت لها الجاب هذه لهادي، قلت لها الجاب هذه ديال الفيولونس، الهادي ديال الستولكين. اش دارت هي؟ جاوباتني قالت لي لا خصنا، واخا ما كاينه حتى علاقه ما بين هذه وهذه، ضروري خصنا نتسنى. قلت عقل، قلت الحمد لله في يديها هي، في يدي دليل بان راه وعدتني واحد النهار انها غدير معايا الاستئناف. قلت لها فهاد 6 شهرين على الاقل في يدي باش نجاوب، فهمتي، باش نضمن حقي في الاستئناف. جات تحكم الاستئناف ديال ديك 5 سنين اللي قلت لك حكموا لي بعامين ونقصوا من 80 مليون ونقصوها لي 50 مليون وحيدوا هذاك الطرد من الايطالي. ملي تحكم الاستئناف مشيت عند السيده مولات العام و15 مليون. قلت لها فلان، قلت لها جا الحكم يلا ديري الاستئناف. محاميه محاميه طبعا محاميه. قالت لي لا، قالت لي ما كاينش استئناف. هذا كنعيط ليها عاوتاني، كنصيفط ليها في لي زيمايل، كنمشي وليت ديما نبيت ديما حدا لقدام الباب. المهم واحد النهار تما خارجه تلاقيت معاها، قالت لي لها كانوا الاستئناف اللي كنت وعدتيني به. قلت لها ما دارت حتى شي استئناف.
قلت لها شنو دار لك السينما؟ قلت لها واش كاين شي قانون ولا لا؟ قالت لي القانون، قالت لي القانون بحال اللي كنعرفوا ليه، ماشي انت اللي غادي تورينا القانون. قلت لها واش نتوما النهار الاول قلتوا لي بان يستعمل القاضي مشينا وقلت لي بان غادي اقول ليها قلت لها انا داكشي كامل اللي تقصت. قلت لها مشيت عنده ما بغيتش نحكي ليه ما قلت لك تلاقيت معها خارجه من سميتو من الباب. قالت لي ما نبقاش ندير الاستئناف. قلت لها صافي واخا. مشيت دعيتها، مشيت تقدمت شكايه بحال النقابه ديال المحامين تما شدوهم هذاك الوقت. ولات هذيك النقابه ديال الشكايات ديال المحامين تيشدوها كيصيفطوها لواحد البيرو ولا جديد، ولا هو اللي كيفصل في المشاكل اللي كتكون ما بين المحامي والوكيل ديالو الموكل. ملي صيفط ليهم المهم بقاو كيتماطلوا معايا حتى هما كيتقلوا معايا واحد الوقت. بقيت لاصقهم تصيفطوا لي الاجوبه اللي كاينين وكنوصل للدوسي. اش لقيت؟ شوف واحد الخطا غترتكبو كبير هاد المحامي. دابا خاص غير اللي وقف معاه. الايميل ديالي انا مع ندير ليها العنوان ستولكينغ، يعني هذيك القضيه هي اصلا اللي متبعني فيها. ما عرفتش واش المستمعين متبعين ولا لا. دابا هاد القضيه ديال ستولكينغ هي اللي متبعني فيها. ملي صيفطت ليها انا هذيك كما قلت لك نسيت ما قلتش لك واحد القضيه مهمه. جيت نقلب واحد النهار على ديك الايميل اللي جاوباتني به ما لقيتوش. كيفاش تبش الله اعلم. كنقلب على البوليس ديال اللي مخصصين في هادشي ديال الانترنت على اساس انهم يجبدوه ليا. ما قالوا لي ما عندناش طريقه. صيفط حتى من الميكروسوفت، صيفط ليها في الامريك، صيفط حتى من الميكروسوفت اللي عندنا الجيميل اللي كاين عندنا في روما، وما بغاو يديروا ما شي حل. المهم انا في الاخر غادي تطيح في خطا كبير هي غتصيفط لي الايميل هاد اللي ضيعه وكنقلب عليهم دار عليه الحيحه كامله. الا غتصيفط لي بواحد الطريقه اللي غطيح هي في المصيده. كما قلت لك انا مع العنوان ديال الايميل اللي مصيفط انا بستولكين بالدعوه اللي هي اللي متبوته عليك. انا بها هي فاش جاوبات اش قالت لهم؟ قالت القاضي اللي غادي يحكم لي يفصل بيني وبينها، قالت ليه بان راه سميتو ما كانش كيهضر عليا ديك الساعه فاش قال لي تبعيني في الاستئناف، ما كانش كيهضر عليا على هذه، كان كيهضر على ديال الفيولون. وقدمت ليه قالت لي ها هو الدليل، والدليل هو هذاك اللي قلت لك جاوبات وفي العنوان ديال ستولكينغ. يعني لخص الدليل الى خطا اللي ارتكبت شنو هو؟ ما بدلاش العنوان ديال الايميل اللي صيفطات الجواب، يعني ضدها. ما عرفتش واش وصلت. بل مضمون نفس الادريس يعني اللي كتبات العنوان ديال الايميل اللي صيفط انا ستولكينغ، وتا هي الجواب اللي صيفطته بستولكينغ. وقالت لي ها هو الدليل، وقالت لي ها هو الدليل ديال الجواب ديالي. وهما ملي عاد باش مشيت وقنعت واحد السيده خدامه في المحكمه وقالت لي راني عندك الصح. دابا خاص غير اللي يحرك معايا هذا الملفان. وكما قلت لك هذه الاولى يعني تبت عليا هذا العام، كما قلت لك تبت عليا ما بقاش عندي حق ندير استئناف فيه الا لو وقف معايا شي واحد. وهاد القضيه ديال كما قلت لك قالوا لي راه عيرتي حكموا عليا ب3 شهور وشهرين محاول فيها واحد الشاهده، وهذيك الشاهده تونسيه. درت انا واحد النهار بقيت علاقتي معاها مزيان، واحد النهار وانا نخدم التليفون سجلتها وقفت حداها وبقيت نهضر انا. قلت لها واش انا شتيني هزيت يدي وضربتها؟ قالت لي بغيت نضربها. قالت لي لا. قلت لها واش شتيني عايرتها؟ قالت لي لا. سمعتيني عايرتها شميه خايبه؟ قالت لي لا. قلت لها واش انا شفتكم نتوما غاديين واش تبعتكم؟ قالت لي لا. قلت لها واش نتوما فاش تبغيو تخرجوا من واحد المحل ديال الريستو؟ قلت لها واش وقفت حبستكم؟ قالت لي لا. قلت لها واش جرون لكم شي حاجه؟ قالت لي لا. قالت لي انا ما نبغيهمش يحطوا لي يقولوني شي حاجه اللي انا ما قايلهاش. قالت لي انا مستعده نشهد لك، وعطاتني النمره ديال التليفون. قالت لي انا نعطيك النمره ديالي دابا وكلشي مسجل في التليفون، انا مازال عندي اصلا مسجل. قالت لي عندك التليفون باش نمشي نشهد لك. نعم. انا شديت هذاك التسجيل مشيت كنجد على المحامي ديالي اللي كان متبعني في هذه القضيه. قلت له انا وجدت دليل كيشهد بان راه السيده بان راه كتقول بان راه الحاجه الوحيده اللي درت فاش شفتهم هي مشيت وخبرت المراه عندي. قلت لها علاش هادشي كامل خدعتيني باش تجي لي طالي هنا وباش تقاد حياتك وتدمريني انا؟ هادشي اللي قلت لها اصلا فاش تلاقيت معاه. واصلا
السيده كمسيلها كتقول هذه الهضره اللي قال. يعني ومع ذلك ما عرفتش ضعت هنا في هاد الشكايه اللي انا شاكي بالطبيب في التزوير، وزيد من الفوق مخلص يعني مخلص المستحقات ديال المراه اللي ما كتستحقهمش، وغادي ندوز الحبس، وانا اللي اصلا اللي مظلوم، والظالم باش يتمتع للاسف. فكرتني بواحد القضيه ديال النقيل كدوز كيقول لك كثرت لهم كضحك. نعم. واحد النهار مشيت كندوز تفتيشيه الشرطه هنا، مفتيش الشرطه هنا في المغرب. و غادي نمشيو اول قضيه واخر قضيه ديال النقيل اللي غادي نتحاكم فيها. مشيت انا يلاه غادي نجلس بحال هكا من حدا واحد السيد بغى التلميذ بغى يدوز معايا، طالب بغى يدوز معايا، وانا زيدت لاكارت بحال هكا، شفت الكنيه ديالو. المهم ضحكنا وداك الشيء بدا الامتحان. دخلنا عليكم بالله يقولوا لي واش نص كتابي شي نقله. ما في ما غادي يكون في تغش. اش غنتسنى من هذا الطالب اللي مريح حدا؟ اش غادي يتسنى يلوح ليا في واحد نص كتابي غادي نكتبو، انشاء كتابي غنكتبو انا؟ ما غادي يقدر يفيدني حتى شي حاجه. المهم هذاك جالس جاب واحد جالس في الطاوله من هاد الجهه، واحد جالس في الطاوله من هاد الجهه، كتب ورقه ولا حاليا في الطاوله عندي على اساس انني خصني نلوح لصاحبو اللي في هاد الجهه اخرى. انا ضربتها بيدي، نزلت سميتو المفتش ديال الشرطه اللي حاضرني، دز عينو وبقاني مغطي الورقه. مادام انه شافني حطيت يدي عليها، غادي يشوفها بان تلاحت. هذه مساله مفهومه، وانا قلتها لي، قلت لي مادام شتيني حطيت يدي، تعرفني علاش حطيت يدي، غادي نكون حاطه على ورقه، وهاد الورقه امتى شتيها ما يمكنش انا الساعه ينفض حطيت عليها يدي، يعني غادي يشوفها بان مليوحه. ومع ذلك كانت هذيك واحد 69 من ديال جاي من الرباط، تقول لي ما نتوما ديال النقيل تقوم هاوديني عند وكيل الملك ونتفاهم في كوميساريه تما، ونقيد لي محضر، وغادي يوصل عند وكيل الملك وحكم لي بان خصني نعطي 50 فرنك، يعني 500 درهم كدائره. وملي جيت نشوف ذكرت السميه ديال هذاك الدري اللي ريحت حتاه، مشيت قلبت على في النمره كان واحد الكتاب ديال التليفون، انا راه كنقرب شي 16 عام تقريبا دابا. بديت كنقلب في الكتاب ديال التليفونات الفيكس، لقيت هذيك الكميه ديالو، مشيت عنده للدار. المهم خرج عندي قلت له ودي راك عارف راه الحاله ضعيفه، وراه انا تسببت لي في هذا المشكل هذه، عاوني انا وياك، تعطيني هذيك الساعه كنت مازال طالب، ما عندي تريات، اصلا الدار ما بغيتش نورك عليهم، نضغط عليهم على انه ما يعطونيش فلوس، كي نتعاونوا انا وياك. المهم تشادين انا وياه، بدينا مخاصمين. خرج عندي واحد قال لي غتمشي راه نخلي عشتك. ما بقاش عاقل مزيان، واش قال لي ضاربوك ولا عشتك؟ قلت له شكون انت في ملك الله اللي غادي تبدا تهضر معايا بهذه الطريقه هذه؟ المهم جمعوا الناس وداك الشيء، دوكا طلبوا فيا قالوا لي هذاك راه نائب وكيل الملك. قلت لهم كان على الاقل. المهم قلب في الاخر ملي سمعت بان نائب وكيل الملك، قلت لهم ملي كان نائب وكيل الملك ماشي ديال الطريقه اللي يهضر بها نائب وكيل الملك. يقول لي نخلي عشتك. المهم ما لنا. نعم. قلت لك يعني فكرتني هاد القضيه هذه، وليت عايش في واحد شنو نقول لك، وليت كنقول عقد ديال الزواج ما خصوش يكون، وليت بزاف الحوايج كنقول، لان لقيت راسي وليت كنامن بشي حوايج اللي ما خصنيش نامن بهم. مثلا وليت كنقول هذيك الدخله اللي كيديروا مثلا الناس في العروبيه وداك الشيء، هذيك هي المسلك الصحيح اللي خص الانسان يدير. بزاف الحوايج ولا بزاف الافكار تبدلوا عندي. وليت كيبان لي بان راني واخد فكره خاطئه على الاسلام، وفكره خاطئه. داكشي اللي كان ضربوني عليه هو با، داكشي اللي كان ضربني عليه با الصور، لقيته ساكت خطا كبير والله. يا ريت كنا ناض من القبر ديالو ونقول لي ها النتيجه ديال التربيه ديال فين وصلت. كان كيضربنا على الصدق، وكان كيضربنا على الامانه، وكان كيضربنا على الحشم، وكان هادشي كله ما منوش، ما خدامش في المجتمع ديالنا، ما بقاش خدام. خطا كبير تاك معايا صراحه. في واحد الوقت وليت كنقول يا ربي اسمح لي، كنقول انا ما مسامحش الوالد لانه هو كان السبب في هادشي، ولكن تراجع من بعد كنقول لا، ربما فيها خير. والخطا انا ما كنرجعش الخطا للمراه، انا كنرجع الخطا للقانون صراحه، وكنرجع الخطا ماشي القانون بالضبط، ولكن كنرجع الخطا للناس ديال القانون. علاش؟ لانهم كيستغلوه اسوأ استغلال. علاش نضيع انا في هذه المساله دي؟ علاش يضيعوني المحامين؟ مع انك انت تم تدليس عليك في وضعيه ديال المراه مطلقه
دلات بواحد على كل حال الوثائق ديالها مشات حطاتهم هي، ولكن انت بدون كاع سابق معرفه بهم، وهذا هو فين تيبقى الاشكال عاوتاني المطروح بالنسبه لك على ديك النسخه ديال الحكم ديال الطلاق ديال، حيت هي كتدلا بهذا ضمن العقد ديال الزواج، ولكن للاسف ما انت ما كنتيش تخبرتي. المشكل كبار من هذا الشيء هو اني جيتي في العلاقه بينك وبينها، يعني عرفتي كيفاش جبتيها لايطاليا والظروف اللي عانيتي منها والتعنيف والتهديد اللي ولات كتقول بانها انت فعلا، مع انك انت الان تقول للناس ودي هذا العقد مادام انا ما مخبورش به وما معلومش كطرف فيه بان هذه المراه اصلا في وضعيه طلاق، عاد زياده على الشهوره اللي حطتك فيهم في موقف مضطرب مع المراه، هادشي كله اصلا فيه تدليس عليك وخص يتم البطلان ديالو. ولكن للاسف انت تلقى راسك للاسف فين ما درتي كتدور الدائره عليك. وصراحه كنقول بان راه هادشي بزاف على قدر الله عز وجل. لا هو هذا الشيء ما نقدروش نقولوا قدر، لحقيتاش فيه اختيارات شخصيه تاع ناس ولا نعم. هذا الشيء ما فيش قدر، هذا الشيء فيه اختيارات شخصيه تاع الناس على كل حال. ما فيش قدر وما فيش يعني شي حاجه اللي انا كنتمنى من المسؤولين اللي كان شي واحد كيسمع لي دابا بغيت نفتح التحقيق في هادشي اللي واقع لي، لان ما يمكنش نشوف واحد مواطن انا بلا ما نهضر عليه انا هادشي وقع لمواطن اخر ما نبغيش يوقع لي قسما بالله، ما نبغيش يوقع لشي مواطن بحال هكا. علاش؟ لان كيكرهوا. تصور مثلا الدوله شحال كتخسر ديال الفلوس دابا يجر الناس قنعهم بان راه في التوثيق ديال الزواج. الا بغينا نوثقوا الزواج راه خصنا نكونوا الناس نزهاء، نخدموا شويه النزاهه، شويه الصرامه في القانون، نقراو النصوص القانونيه بطريقه صريحه بطريقه صحيحه كما قلت لك. بزاف الحوايج خصنا نساعدوا هذا الانسان اللي بغى القانون نعطيوه حقه. الا كان هذا العقد ديال الزواج كيضمن الحقوق، فين هو حقي انايا اللي هذا العقد ديال الزواج كيثبت بان راه المراه تسيب وعاطيها بشهاده شهاده ديال العذريه، فين هو حقي انايا؟ ذكر هذا الشهاده من تسيب مكتوب في العقد ديالنا بان تسيب، ايضا مكتوب في العقد بانها تسيب. وي هو عاد باش زيدها الطبيبه عاطيها شهاده عذريه باش تثبتني انا وهذا الطبيب. ولكن السي عبد الغني للاسف كتنقطع على ولكن دابا الغريب في الامر ها هي مكتوب بانها معروف بانها تسيب، كيفاش انت السي عبد الغني ما عرفتيش؟ هذا السؤال اللي كنطرح.